السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة إن شاء الله هنتعلم مع بعض طريقة الفتة السوري، يعني طريقة سهلة كده وبسيطة بإذن الله. معانا عيش كنت أنا مقطعاه حتت صغنونة، وطبعا صدور فراخ عشان الشاورما، ورز بسمتي زي ما انتوا شايفين كده، وبصلاية متقطعة. أول حاجة هنعمل هنحط شوية زيت ومعلقة سمنة على نار اهو، وبعد كده هنحط شرايح البصل علشان نبدأ نعمل الشاورما الأول اللي هي العادية خالص بصدور الفراخ. الطريقة دي سهلة وبسيطة جدا، وبدل ما تروحوا محلات ومطاعم علشان تاكلوها، وطبعا الحاجة غالية حاليا، نقدر ان احنا نفرح ولادنا ونعمل كل حاجة في البيت بإذن الله بطريقة برضو سهلة وبسيطة وبرضو مش مكلفة زي المطاعم. هنا انا حطيت البصلة، وطبعا حطيت لها معلقة ملح والتوابل اهون، وحطيت كمان صدور الفراخ. بتبل تتبيلة صدور الفراخ عندي على الصفحة على اليوتيوب، وصفة فيها كل حاجة خاصة بالشاورما بالمكونات بتاعتها وازاي بتبلها. دلوقتي انا هون بقلبها زي ما انتم شايفين. لازم الشاورما بتتبل قبلها بيوم، انا بحبها كده بصراحة، بيبقى طعمها حلو، بتبقى واكلة من التتبيلة بتاعتها. بعد كده بنحط كمون وكركم وفلفل اسمر وسنة معلقة سكر بسيطة علشان تديها طعم وتحلية كده جميلة، وبنقعد نقلب، وبعدين بنسيبها بقى تستوي شوية. زي ما انتوا شايفين الجمال والحلاوة، بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله، الله اكبر، حاجة حلوة. ربنا كده يكرمكم جميعا وتجربوا الطريقة وتدعوا لي دعوة حلوة اهو. جات لي فكرة ان انا اعمل فتة الشاورما دي، يعني ان انا كنت في محل في مرة ولقيتها ودقتها يعني وعجبتني، بس انا قلت بقى ايه، طبعا الحاجة دلوقتي غالية وما عادش بقى الاسعار زي زمان، فقلت لازم اجرب بقى في البيت واعملها. فبصراحة عجبتني يعني، وبعدين انا بعملها في البيت وطريقتها اقتصادية وسهلة، وكل الحاجات الموجودة موجودة عندنا في البيت، يعني كل الحاجات الموجودة في الفتة موجودة في البيت. هنا بعد ما خلصنا بقى الشاورما، رحنا عشان نعمل الرز بتاع الفتة. زي ما انتوا شايفين برضو معلقتين زيت ومعلقة سمنة، وحطينا الرز اهو. طبعا بنغسله كويس جدا، وبنحط عليه كوبايتين مية اهو، لكل كوبايتين رز كوبايتين مية زي ما احنا شايفين. بنقلب كويس جدا، وبعدين بنحط طبعا الملح. انا ما كانش عندي شوربه، احنا بنحطها بنسقيها شوربه، فانا ما كانش عندي شوربه فعملتها بمرقه الدجاج، يعني عملت الشوربه بمرقه الدجاج. بعد كده بنجيب العيش نحمصه في برضو نقطة صغيرة زيت بسيطة خالص. في بقى معلومة هنا، في ممكن نحطه نقطعه كده وما نحطش عليه زيت ولا اي حاجة، ونحطه في الفرن يتحمص وينشف ويبقى حلو. وممكن ان انا اعمله زي ما انا عاملاه كده بزيت. يعني في دول طريقتين، طريقة ان انتي ممكن تحطيه في الفرن ياخد وقته براحته خالص، بس عشان طبعا احنا كنا صايمين فده فطار فانا كنت بنجز، فقلت احمره يعني على اسرع على البوتاجاز زي ما احنا شايفين كده. بتستني طبعا لحد ما العيش ينشف وبيبقى ليه قوام كده ناشف وحلو ومقرمش بقى كده وحاجة حلوة كده، الله أكبر ما شاء الله. تفضلي تقلبي فيه لحد ما ينشف، وبعد كده بتشيليه. كان عندي بقى الأول هنشوف الأول اهو الرز. بصوا بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شايفين الجمال؟ طبعا هو بيتشرب دلوقتي، ده العيش اهو بعد ما خلص. حبيت بس اوريكم قد ايه الجمال والقرمشه، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، لا اله الا الله، شايفين الحلاوه؟ ده بقى كان عندي سوداني، دي المفاجاه بقى. انا دلوقتي زودتها بقى من عندي، دي مش بتبقى في المطاعم، انا زودتها من عندي بصراحه، قلت ازين بيها الفته. جبت 2 بالظبط سوداني وحمرتهم. وبعد كده بقى عملت بقى الخلطة الجبارة صوص المايونيز. عملنا 4 فصوص توم،
وعلبة زبادي، معلقة كبيرة طحينة، ورشة ملح، و3 أكياس مايونيز، لأن طبعا المايونيز مش بيبقى في كل بيت، فأنا كنت شارية أساسا الأكياس عادي جدا من السوبر ماركت. بعدين بقعد أقلب كويس جدا لحد ما اخليلها قوام، لا هو سايب قوي ولا متماسك قوي. حطيت معلقة خل، بعد كده في برضو نحط معلقة مية لحد ما يبقى القوام زي ما قدامنا كده. بصوا شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، ما شاء الله لا قوة الا بالله. حاجة كده يعني خطيرة. حبيت اعيد لكم الخطوة تاني اهو. برضو توم وزبادي. نرجع تاني للشاورما بقى. شايفين الجمال والحلاوة؟ بسم الله ما شاء الله. وده العيش بعد ما خلص، والشاورما بعد ما خلصت. حاجة كده يعني فوق الخيال. انا حبيت اوريها لكم بس. وطبعا ده السوداني برضو بعد ما خلصناه. ودي طبعا التومية او سلطة المايونيز. بعد كده بقى حبيت احط الفراخ. انا في طريقتين عشان تقدمي. ممكن تحطي الرز في الطبق وبعدين ترصي المكونات وتحطي الشاورما من فوق، ولكن انا قلت علشان طبعا اكله اقتصاديه وكله بقى ياكل وهو مستمتع وكده، فحطيت الفراخ في قلب الرز اهو زي ما انتوا شايفين. بصوا الله اكبر ما شاء الله. دلوقتي انا برص العيش بقى اهو محمص وجميل ما شاء الله ما شاء الله. هبدأ بقى ان انا ارصه وارتبه. على فكرة العيش ده خطوة اختياري، يعني عادي لو انتوا مثلا مش عاوزين تعملوه عادي ممكن تعملوها من غيره. عايزين مثلا تعملوه قليل عادي برضه، عاوزين تكتروه عادي، فدي حاجة ترجع حسب رغبتكم. برصه كده بطريقة حوالين الرز، وطبعا الرز فيه الشاورما زي ما انتوا شفتوا. بصراحة طريقة جميلة وعجبتني. اولا سهلة وفطار سريع. زهقنا بقى من اللحمة وفراخ وكده، فعملت طريقة سهلة وبسيطة كده، وفي نفس الوقت أكلة بتبقى في المحلات. فكانت بصراحة تجربة ممتعة. بدأت أحط بقى إيه السوداني أهو من فوق. شكله حلو بصراحة. في ناس بتحب الزبيب، ممكن تحطي زبيب يعني عادي. المكونات هنا اختياري. في حاجات كتير ممكن تغيري فيها وتضيفي بقى نفسك وتضيفي اختراعاتك في الأكل يعني. مش هنا بقى هو بحط الصوص. مش لازم نمشي يا جماعة على الخطوات. انتي ممكن تبدعي، انتي ممكن اصلا يجيلك افكار كده وتحطي من دماغك حاجات وتطلع الاكلة جميلة. فربنا يا رب يعيننا جميعا كده ويقوينا. هنا انا برص بقى الصوص اهو زي ما انتوا شايفين. بصراحة كان طعمه حلو ما شاء الله. يا رب يكون طريقتي في فتة الشاورما السوري عجبتكم. ورمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. وربنا يتقبل صيامنا يا رب وقيامنا يعني ويعيننا يا رب كده ويبلغنا ليلة القدر. يا رب يكون الفيديو كان خفيف عليكم وطريقتي تكون عجبتكم. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.